على ان يسير في نفس الطريق اللي بيؤدي الى مزيد من تفاقم الازمات، بحيث ان احنا في النهايه هنجد انفسنا بين لحظه واخرى، وهناك شواهد في الايام الماضيه قدام انفجار شعبي ما محدش يقدر يلمه. هل احنا ازاء هذا الخطر؟ انا بجاوب ببساطه واقول احنا ازاء هذا الخطر. احنا على اعتاب مثل هذه الانفجارات، ايه اللي ممكن يحول دونها؟ ان يبقى في فرصه لتغيير امن وسلمي وديمقراطي. انتخابات الرئاسه دي تحدث تغيير ما. انتخابات الرئاسه دي تجيب رئيس جديد وتجيب نظام جديد، مفيش حل تاني غير ده. وده مش مطلب شعبي بس. اللي انا عايز اقوله ببساطه، انا ارى بعين المحلل، مش بعين من يعرف معلومات، بعين المحلل ان هناك دوائر كثيره داخل الحكم وداخل النخب الحاكمه ترى ان استمرار هذا الوضع خطر. مش خطر على البلد بس، وخطر عليها هي كمان، وان في لحظه لازم ياخدوا فيها قرار بان يحصل تغيير لانقاذ انفسهم قبل ما ينقذوا البلد. وان اذا في دوائر متعنته ومتصوره ان هذا النظام من الممكن ان يستمر للابد، دي دوائر ضيقه ودي دوائر مش فاهمه. انا بثق في ان في دوائر داخل النظام ترى ان استمرار هذا الوضع خطر على نفسها قبل ما يكون على البلد، بكرر على نفسها قبل ما يكون على البلد، وان لازم تنقذ نفسها بانها تمد ايدها للقوى الديمقراطيه والمدنيه، وانها تحاول تنتشر البلد من مزيد من التدهور. ما يحدث الان لا يمكن ان يستمر. استمرار الوضع الراهن معناه استمرار مزيد من الازمات، معناه استمرار الاحتقان، معناه استمرار السخط، معناه ان احنا على اعتاب انفجار محدش المره دي هيقدر يلمه. انا بحذر كل الاطراف المعنيه بما فيها دوائر الحكم. في 25 يناير 2011 في قوى قدرت تلم، كان لديها درجه من المصداقيه، كان لديها درجه من الحضور، قدرت تلم الشارع وقدرت تنقذ البلد بعد شهور طويله من الاضطراب. النهارده فين القوى ديت؟ لو حصل انفجار مين هيلم؟ لازم الانفجار يحصل عشان نبتدي نتلفت وعشان نبتدي نحاول ننقذ البلد. ما نحاول ننقذها دلوقتي. انا ايدي مش ممدوده بس للناس الغلابه اللي بتنتهك حقوقهم كل يوم، واللي بيتم تجويعهم كل يوم، واللي بيتم قهرهم كل يوم. انا ايدي كمان ممدوده لدوائر الحكم اللي بتفكر بطريقه عاقله وعايزه تنقذ البلد. انا ايدي ممدوده لكل العاملين في السوق، مش بس لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي بيعانوا الامرين، ده حتى رجال الاعمال الكبار بيتفشوا مش قادرين يشتغلوا في الاجواء دي. سوق معدوم فيه المنافسه، الناس هتشتغل ازاي؟